بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في قناة الأسطورة في الجغرافيا السياسية والتاريخ. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعضينا الدرس الأول في الوحدة الثانية بعنوان الحدود السياسية. طبعا أول سؤال نبدأ بيه مع بعض، الوحدة دي جميلة جدا يا شباب. أول سؤال نبدأ بيه مع بعض بيقول لك: ترجع نشأة الحد السياسي الخطي بين دولتين متباينتين في القوة. أدي دولة ألف وأدي دولة ب. الحد السياسي الخطي بينشأ بينهم، والدولتين ده المتباينتين في القوة يعني مختلفتين في القوة. هل سبب نشأة الحد بين الاتنين دول هما مختلفين في القوة تقسيم الاستعمار لمستعمراته؟ دي مرتبطة لما يذكر لك دول في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية اللي هو الاحتلال، ولا الحروب والمعاهدات المبرمة بين الدول؟ تمام، ولا المعاهدات المبرمة بين الدول وزيادة السكان، ولا زيادة السكان وتنمية المناطق الهامشية؟ المفروض هنا يا جماعة اختار ب. ليه اخترت ب؟ الحروب والمعاهدات المبرمة بين الدول. طالما متباينتين في القوة يبقى في دولة قوية ودولة ضعيفة. قالك في السؤال متباينتين في القوة، يعني في دولة قوية مثلا والدولة التانية ضعيفة. طالما قالك دولة قوية ودولة ضعيفة يبقى نعمل معاهدة. ليه؟ لأن المعاهدة بتحفظ الدولة الضعيفة. ممكن في المستقبل دولة فيهم تحب تفتري على التاني، يعني الدولة القوية في المستقبل تحب تاخد أرض الدولة الضعيفة. فطبعا لما يكون مكتوب معاهدة بين الدول ونصوص دولية معترف بيها، ما تقدرش الدولة القوية تسيطر فيها على الدولة الضعيفة أو تاخد أملاكها. يبقى هنا الإجابة يا شباب هتكون ب. تمام، فالسؤال ده جميل جدا يا شباب. السؤال الثاني: كان من الممكن أن تصبح التخوم أفضل بكثير من الحدود السياسية. قالك ممكن التخوم تبقى أفضل من الحدود بدرجة كبيرة فيما يتعلق بمجال الفصل بين الدول في حالها. يعني متى تكون التخوم أفضل من الحدود عشان تفصل بين الدول؟ الإجابة هنا يا جماعة في كلمة الفصل ما بين الدول. تمام، قالك في حالة تحديد أبعادها المكانية بدقة واكتشاف ما بها من موارد، يعني نحدد الأبعاد بتاعتها. تمام، ونشوف الموارد اللي فيها دي مناطق التخوم يا جماعة ها. ولا اكتشاف ما بها من موارد واستخدامها في المراقبة والدفاع، نطلع الموارد اللي فيها ونستخدم المكان ده في المراقبة والدفاع زي المساحة الكبيرة. ولا استخدامها في المراقبة والدفاع وتركها دون استغلال. ولا استغلال ما بها من موارد وتحديد أبعادها المكانية. بصوا يا شباب، عشان التخوم تبقى أفضل من الحدود وتفصل بين الدول لازم تكون مناطق فارغة في النص، يعني دي دولة ألف في حدودها ودي دولة مثلا ب. تمام، ودي دولة ج تحت، واللي في النص ده يا شباب المربع اللي فيه خطوط حمراء ده، دي مناطق التخوم. مناطق ايه؟ التخوم. فطبعا هنا علشان نفصل بين التلاتة دول وما يبقاش بينهم نزاعات أو مشاكل نحدد مناطق التخوم. تمام، وما نجيش عندها خالص، نسيبها ما نستغلهاش ونستخدمها في المراقبة والدفاع. نستخدمها في المراقبة والدفاع. يبقى هنا الإجابة المفروض رقم ج، عشان نفصل بين الدول التلاتة ده ما يبقاش بينهم نزاع. ده أفضل طريقة. طبعا في ناس هتقول طب ما احنا نكتشف الموارد اللي فيها. ما احنا لو اكتشفنا الموارد اللي فيها يبقى قسمناها وكده الدول اقتربت من بعض ويبقى بينهم مشاكل. تمام. السؤال رقم 3 بيقول ايه؟ السؤال رقم 3 بيقول: كانت الحدود قديما تقام بشكل، الحدود زمان بتقام بشكل مستقيم ولا دائري ولا متصل ولا منفصل؟ بص يا شباب، الحدود زمان كانت بتقوم بشكل منفصل. يعني ايه منفصل؟ يعني دي دولة لها حدودها ودي دولة لها حدودها، والمكان اللي فاضل في النص دي تقوم. دي حدود منفصلة، كل دولة منفصلة فيها عن التانية مش جنب بعض. السؤال رقم 4: الغاية القصوى، يعني الغاية القصوى التي تهدف إليها أي دولة، أي دولة في العالم هدفها الأساسي وبعيد المدى. تمام، وكمان هدفها اللي هي تسعى لتحققه في كل وقت. هل رفع مستوى رفاهية المجتمع ولا تنظيم الحياة السياسية ولا ضبط سلوك الأفراد ولا تحقيق الأمن القومي؟ أي دولة في العالم بتسعى لتحقيق الأمن القومي من خلال رسم الحدود، توفير إنتاج زراعي، عندها قوة عسكرية ضخمة، عندها مساحة كبيرة تحقق منها المراقبة والحماية والدفاع. فهدف كل دولة في العالم الهدف الغاية القصوى، يعني الهدف الأساسي. تمام، والهدف اللي بتسعى عليه دايما تحققه على طول في أقرب وقت اللي هو تحقيق الأمن القومي.
تمام، فدي نقطة مهمة جدا تاخدوا بالكم منها يا شباب. السؤال رقم 5 بيقول: أي من وظائف الحدود السياسية ترتبط بمواجهة الظاهرات التي تعبر عنها الصورة المقابلة؟ جايب لك راس بن آدم، وبيقول لك هنا إلحاد وطمس هوية وانحلال أخلاقي وتقليد أعمى. يعني يا واحد ماسك حكم يا جماعة هياتي، وبيخدر المخ والعقل بتاع الإنسان، بيبقى عنده إلحاد، يعني تعصب شديد، ميل لأفكار غريبة ضد الإسلام وضد الشرع وضد كل حاجة. طمس الهوية يخلي الإنسان يبعد عن شخصيته الحقيقية وعن العقيدة اللي هو بينتمي ليها. وانحلال أخلاقي اللي هو الفساد الأخلاقي. تمام، وتقليد أعمى يعني إنه حاكي مثلا الغرب بطريقة سلبية، مش لما ناخد منهم الإيجابيات ناخد منهم السلبيات بس. طيب الصورة دي بتعبر عن إيه؟ هل فصل بين الدول، ولا حماية وأمن، ولا حماية اقتصادية، ولا وظيفة سياسية؟ طبعا يا شباب المفروض نختار وظيفة سياسية. ليه نختار وظيفة سياسية؟ لأن المجتمع الدولي دلوقتي بيعترف إن لكل دولة سيادة وشخصية. حدود الدولة هي اللي تقدر تحدد لك إيه هي الأساليب اللي هتتبعها في حياتك. طبعا أنت لما بيحصل عولمة سلبية وبتتأثر بالخارج، بيحصل السلبيات اللي هي موجودة في الصورة. لكن لو الوظيفة السياسية للحد السياسي دولتك قوية وحاطة مراقبة شديدة على ما تدخلش صحف ولا مجلات ولا أفكار ولا ناس تعطل، وناس تعمل عملية تخدير للعقل وتغييره وتغيير للأسلوب والهوية، يبقى أنت عندك دولة وظيفتها السياسية والقانونية قوية. الوظيفة السياسية والقانونية لأي دولة هدفها الأساسي الحفاظ على كيان الدولة وشخصية أفرادها، والحفاظ على أخلاق أبنائها. تمام، فهنا لازم الوظيفة السياسية تكون موجودة داخل الدولة. الحاجات دي مهمة، وتكتبوها في ورقة مهمة جدا خالص، وتركزوا فيها. تمام، وهتقابلنا حاجات كتيرة في خلال التدريب ده ومهمة جدا زي كده بإذن الله. نيجي عاد بعد كده نكمل في السؤال رقم 6. بيقول لك السؤال رقم 6: تتميز التخوم عن الحدود السياسية في الصفة المورفولوجية. بصوا يا شباب قبل ما نحل السؤال مع بعض، التخوم كلنا عارفين إن هي مناطق ذات طول وعرض. الحدود خطوط لا تتعدى المليمترات والبوصة، زي الخط اللي هنا شايفينه ده قدامنا، ده الحدود زيه بالظبط. تمام، قال لك تتميز التخوم عن الحدود. يعني دلوقتي أنا هتكلم عن التخوم، برضو في معلومة بتسقط عن الجميع في الامتحان أو عن البعض، برضو ما نقدرش نقول الجميع، عن البعض، إن بيقول لك تتميز التخوم عن الحدود يروح مركز على الحدود. لا، تتميز التخوم عن الحدود يعني يا حبيبي كده تركز إنك هتتكلم عن التخوم. طيب تتميز التخوم عن الحدود في الصفة المورفولوجية، وكلنا عارفين، المفروض اللي مش عارف يعرف دلوقت إن كلمة مورفولوجي يعني موقع ومساحة وشكل. موقع ومساحة وشكل، وتركز أكتر يا شباب على كلمة مساحة لما يقول لك مورفولوجي. تمام، فقال لك هنا التخوم بتتميز عن الحدود في الصفة المورفولوجية المساحية مثلا، والتي تتمثل في الأساس القانوني. التخوم ملهاش أساس قانوني، الحدود بس اللي ليها، يبقى ملناش دعوة بالحدود. الحيز المكاني يعني منطقة ذات طول وعرض. خلاص أنا مش هكمل بقية الاختياري بس نكمل. عنصر الثبات. طب ما أيوة، التخوم والحدود مين فيهم قابلة للنقل والحركة؟ اللي قابلة للنقل والحركة الحدود، التخوم لأ. فممكن واحد يقول لك عنصر الثبات. تمام، بس ممكن تختفي التخوم. واخدين بالكم التخوم بتختفي، يتم إزالة الغابات وتقسيمها وتصبح مناطق حدود سياسية. طب الغنى بالموارد، التخوم برضو غنية في الموارد، لكن أنا بتكلم على الصفة المورفولوجية. يعني إيه الصفة المورفولوجية اللي بتميز التخوم؟ أنها مناطق ذات طول وعرض، يبقى الحيز المكاني يعني مناطق ذات طول وعرض. تمام كده يا شباب، يبقى كده الإجابة هنا هتكون ب. سؤال رقم 7 بيقول: الجانب الغير المادي الذي تحدده الحدود السياسية يتمثل في الموارد جانب مادي، المساحة مادية لأنها مناطق طول وعرض، مادة اللي هي الأرض. الأرض ما لسه جاي المساحة اللي هي الأرض طول وعرض. يبقى السيادة عنصر غير مادي. واخدين بالكم السيادة عنصر غير مادي، واخدين بالكم اللي هو الجانب المعنوي يعني. طيب السؤال رقم 8 بيقول لك: ما القاسم المشترك الذي يجمع بين مزايا الشكل المندمج للدولة
وما زال المرحلة الأولى لتخطيط الحدود. طب تعالى نهدى مع بعضينا. ما زال الشكل المندمج للدولة أن الشكل المندمج للدولة يجعل حدود الدولة قصيرة، مما يقلل فرص النزاع مع جيرانها يعني مع دول الجوار، ويساعد الحكومة على بسط سيطرتها وإدارتها لكل أنحاء الدولة. ده الدولة المندمجة المنتظمة زي فرنسا وبلجيكا ومصر. طب تعال نشوف ما زال المرحلة الأولى، ركز معايا. المرحلة الأولى لتخطيط الحدود وهي مرحلة التعريف والتخطيط، وهي تلك المرحلة التي يتم فيها وضع معاهدة الحد وتحديد المناطق التي يسير فيها الحد السياسي. وكلما كان الوصف تفصيليا قلت فرص النزاع المحتملة. شايفين يا جماعة؟ لما انت تكون فاهم وحافظ أو حافظ وفاهم، تمسك الشكل المندمج تقول لي خصائصه، وتمسك المرحلة الأولى التعريف والتخطيط وتقول إيه خصائصها، وتشوف إيه الحاجة المشتركة بينهم. أنا لاحظت إن الحاجة المشتركة بين الاتنين إن الشكل المندمج النزاع مع الجيران قليل، والدولة والمرحلة الأولى اللي هي التخطيط والتعريف لو اتحددت بدقة هيقل النزاع. يبقى هنا وأنا مغمض عيني أختار الإجابة ج، قلة فرص النزاع مع دول الجوار. ركزوا يا شباب في الحاجات دياتي تلاقوا نفسكم لما تحلوا أي سؤال في الامتحان وأنتم مغمضين عنكم بأمر الله. تمام كده؟ السؤال رقم 9 بيقول: رغم اختفاء مناطق التخوم من الخارطة السياسية العالمية. أدي خريطة العالم، مناطق التخوم مش موجودة، بقت مناطق دول. تمام؟ إلا أنها كانت تمتاز عن الحدود بعدة خصائص منها. تعال نشوف. التخوم كانت موجودة زمان وكانت بتمتاز عن الحدود بها بالديناميكية والصفة الطبيعية. تمام؟ ولا الصفة الطبيعية والاعتراف الدولي؟ طالما قلت اعتراف دولي بقيت حدود يبقى مش هتنفع. ديناميكي. تمام، يعني ايه كلمة ديناميكي يا شباب؟ يعني متغير. تمام؟ ديناميكي يعني متغير، والصفة الديناميكية توصف بها الحدود ما توصفش بها التخوم، يبقى الأولى غلط. رقم ج الاعتراف الدولي، طبعا قلنا الاعتراف الدولي دي حدود من تعريف الحدود، لكن إمكانية الاستغلال والاستاتيكية يعني هي فيها موارد طبيعية زائد ثابتة، والتخوم ثابتة لحد ما الإنسان يزيل مناطق الغابات أو يقسم مناطق الجبال. يبقى الإجابة د يا شباب، ودي سؤال جميل خالص. تمام كده؟ السؤال رقم 10 بيقول لك: اقتصرت وظيفة الحد السياسي قديما على. زمان الحد السياسي كانوا بيستخدموه فيها على الفصل بين الدول والحماية والأمن، ولا الحماية والأمن والحماية الاقتصادية، ولا الحماية الاقتصادية والوظيفة السياسية، ولا الوظيفة السياسية والفصل بين الدول؟ يا جماعة وانت مغمض عينك، الحد السياسي اترسم زمان علشان حاجة بسيطة خالص، يخلي الدول بينهم وبين بعضهم كل واحدة في حالها مفصولين عن بعض، ويحمي كل دولة بما تمتلكه من كل حاجة. تمام؟ يبقى هنا اختار الأولى الحماية والأمن. في ناس هتقول لي طب ما اختار الحماية والأمن والحماية الاقتصادية. لا، الحماية الاقتصادية ظهرت مع البحث عن الموارد واكتشاف الثروات، لكن زمان الحدود اتعملت عشان تفصل ما بين دولة فلان ودولة فلان وتحمي كل دولة من الدولة اللي جنبها. تمام كده يا شباب؟ تعال ناخد السؤال رقم 11. بيقول لك: تنحصر سيادة الدولة شخصيتها بصفة عامة على أراضيها ومجالها الجوي بانتهاء حدودها السياسية الأرضية في حال إذا كانت. يعني الدولة بيكون لها شخصية وسيادة على أرضها ومجالها الجوي بانتهاء الحدود، يعني جوا حدودها هي اللي تتحكم في أرض نفسها، والمجال الجوي مين يعدي ومين ما يعديش. الكلام ده لو كانت داخلية أو صغيرة المساحة، ولا صغيرة المساحة أو مجزأة، ولا مجزأة أو جيبية، ولا جيبية أو داخلية. طبعا هنا يا شباب هنختار جيبية أو داخلية. حد يسألني ليه؟ لأن الدولة الجيبية أو الداخلية هي دولة لا تتصل بالعالم الخارجي إلا بالمرور في الدول المجاورة، ولكن هذه الدول هي بتتحكم في نفسها جوا حدودها، يعني بتتحكم في أرضها ومجالها الجوي. وفي ناس هتقول لي طب اختار صغيرة المساحة، أقول له لأ، ما أنا ممكن أبقى دولة صغيرة المساحة وبتطل على البحر فما ينفعش،
والمجزأة بتطل على البحر، وهنا المجزأة بتطل على البحر برضه أو المحيط يعني، فهي رقم د. تمام كده؟ نيجي عاد بعد كده يا شباب السؤال رقم 12. السؤال رقم 12 بيقول يا يظهر الأثر السلبي للتقنيات الحديثة على أي وظائف الحدود السياسية التالية. الأثر السلبي للتقنيات الحديثة كان بيظهر في أحد وظائف الحدود السياسية اللي هي: هل الوظيفة السياسية ولا الوظيفة الاقتصادية ولا الفصل بين الدول ولا الوظيفة القانونية؟ أولا الوظيفة القانونية والوظيفة السياسية الاتنين واحد، لكن الفصل بين الدول ليه؟ علشان طبعا يا شباب أصلا الأثر السلبي للتقنيات الحديثة بقت بتمر في الحدود، ولا هتفصل بين دول ولا حاجة، خلت كل واحد اللي هو زي بالظبط كده وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، كل العالم بقى قرية كونية واحدة ولا بينهم حدود. تذويب الحدود بين الدول، يعني ما خلاص ما فيش حدود بتفصل حد عن حد. تمام. السؤال رقم 13 بيقول: تمثل دراسة بحر الرمال العظيم بين مصر وليبيا، تمام، من وجهة نظر المختصين بالجغرافيا السياسية على أنه كان يعبر عن أحد أشكالها. بحر الرمال العظيم أدي دولة مصر ودي دولة ليبيا، بينهم في النص بحر الرمال العظيم كده هوت على الحدود الغربية لمصر والشرقية لليبيا. طبعا بحر الرمال العظيم بين مصر وليبيا، المختصين بالجغرافيا السياسية كان بيعبر عن أحد أشكال التكوينات الرملية ولا الحدود الطبيعية ولا التعرية الهوائية ولا النطاقات الانتقالية. طبعا يا جماعة الجغرافيين كانوا بيعتبروا المكان ده منطقة انتقالية بتنقلك من مكان لمكان آخر. تمام، يبقى ده نطاق انتقالي، نطاق يا انتقالي. السؤال رقم 14 بيقول السؤال رقم 14 يا شباب، بيقول: تقوم الدولة بتخطيط حدودها السياسية انطلاقا من مبدأ إيه؟ أنا برسم حدودي، تمام، رسمت حدودي ليه؟ حق قانوني ولا مصلحة مشتركة ولا منفعة ذاتية ولا حسن الجوار؟ طبعا هنا المفروض يا جماعة اختار منفعة ذاتية عشان أقدر أحمي نفسي وأسيطر على الموارد الخاصة بيا، وكمان ما خليش حد يشاركني في أي ثروات موجودة في الدولة ويفصلني عن الدول الأخرى. تمام كده؟ ده السؤال رقم 14. السؤال رقم 15 بيقول إيه؟ السؤال ده جميل جدا: خروج المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي. بريطانيا كانت في الاتحاد الأوروبي اللي هي المملكة المتحدة دولة إنجلترا. يتطلب منها خروج المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي، يتطلب منها إعادة تخطيط الحد السياسي، هي منعزلة عن أوروبا، تمام، ولا القيام بعملية المسح الميداني ولا تفعيل المرحلة الرابعة للحد ولا تغيير مسار الحد. أولا المملكة المتحدة خرجت من الاتحاد الأوروبي، قبل ما تخرج كانت الحدود بينهم وبين بعض مفتوحة، مفيش حاجة اسمها إذن سفر لأن كله كان كيان واحد. لكن خروجها ده بيطلب منها إنها تفعل المرحلة الرابعة للحد السياسي. يعني إيه المرحلة الرابعة؟ اللي هي إدارة الحد. طالما إني خرجت بجد أي حد من دول أوروبا هيدخل عندي ده يعتبر غريب مش تابع للاتحاد الأوروبي، وأنا ما بقتش تابع للاتحاد الأوروبي، يبقى نعمل عاد عملية تفتيش وجمارك ونقاط مراقبة والكلام ده كله. تمام كده يا شباب؟ السؤال رقم 16 بيقول لي السؤال رقم 16: أفضل مناطق التخوم التي تم اتخاذها كحدود سياسية رغم تأثيرها السلبي على وحدة السكان. أفضل مناطق التخوم اللي بقيت حدود سياسية بس هي بتأثر على وحدة السكان. مش هكمل كلمة واحدة. وحدة السكان بتتأثر هل بالصحاري ولا بالجبال ولا الغابات ولا المستنقعات؟ طبعا بالجبال عشان هي اللي بيظهر فيها حركات انفصالية. تمام، ولكن الجبال هي أفضل مناطق الحدود التي تفصل ما بين الدول وتحافظ على كيان كل دولة. تمام، يبقى هي الأحسن. سؤال 17 بيقول: أي من المجالات التالية الذي إذا سعت الدولة للوصول إليه يؤدي إلى اشتعال الحروب؟ في مجال من المجالات دي لو الدولة سعت للوصول إليه يؤدي إلى اشتعال الحروب. هل المجال الجوي؟ ما كل دولة متحكمة في الجو بتاعها. البحري؟ نفس الكلام، كل واحد مسيطر على السواحل اللي قدامه بتاعته. الحيوي يعني توسع على حساب الآخرين، والبري يعني اللي يعدي في دولتي. لكن بيقول لك دولة تسعى للوصول إليها بيخلي فيه حروب. طبعا اختار الحيوي. ليه اختار الحيوي؟ يعني معناها واحد رايح دولة راح تسيطر على الدول المجاورة ليها، ده اسمه مجال حيوي.
طب ما انت كده بتجر شكل الناس يا عم الحاج، يبقى ده ما ينفعش، تلاقي المشاكل زادت عاد والحروب اشتعلت. سؤال رقم 18 بيقول ايه؟ سؤال رقم 18 يا شباب: يصبح للحدود السياسية دور في تنظيم حركة السكان بين الدول في المرحلة الكام؟ طبعا الحدود السياسية بتنظم حركة السكان، يعني تفتيش وجمارك ومعابر ومعابر مرور، تمام، ومناطق طبعا مراقبة. يبقى خلاص المرحلة الرابعة، المرحلة الرابعة هي اللي بتنظم حركة السكان عبر الحدود، المرحلة الرابعة. تمام. سؤال رقم 19 بيقول: أفادت تقارير واردة من تركيا بأن القوات التركية أسقطت طائرة حربية روسية عند الحدود مع سوريا. قوات تركيا وقعت طائرة حربية روسية على الحدود مع سوريا، لأن تركيا وسوريا جنب بعض. وذكر مسؤولون عسكريون أتراك أن طائرة تركية من طراز F-16 أسقطت الطائرة بعد تحذير طياريها مرات عديدة بأنهما ينتهكان المجال الجوي لتركيا. خدوا بالكم يا بتوع روسيا، انتوا بتعدوا في المجال الجوي لتركيا من غير إذن. وفقا للرواية التركية نستنتج من الفقرة السابقة عدم احترام تركيا للمواثيق الدولية، بالعكس دي بتطبق القانون بالظبط. انتهاك روسيا مبدأ السيادة التركية، ولا ضعف القدرة القتالية للسلاح الجوي التركي، ولا توتر المناطق الحدودية بين روسيا وتركيا؟ لا يا باشا، روسيا ما استأذنتش من تركيا. طب انت تعدي، لا طب خدي. يبقى انتهاك روسيا مبدأ السيادة التركية. يبقى نختار الإجابة ب يا شباب، نختار الإجابة ب. تمام كده. السؤال رقم 20 بيقول: تتمثل أهم العوامل المؤثرة في ترسيم ونشأة الحدود السياسية بقارة أوروبا. يا جماعة طالما سمعتوا كلمة أوروبا أو دولتين من قارة أوروبا اللي هي دي يا شباب، أول ما تسمع عن قارة أوروبا اللي هي دي، تمام، كبر الشاشة. أي دول من أوروبا تجيلك دولة جنب دولة من أوروبا، الدول اللي عاملك عليهم دايرة هم دول، دي دول أوروبا. أي دولة في أوروبا رسمت حدود بينها وبين الدولة التانية يكونوا جنب بعض، زي مثلا أوكرانيا ورومانيا، بولندا وألمانيا، فرنسا وأسبانيا، سويسرا وفرنسا، سويسرا وإيطاليا، النمسا وألمانيا يكونوا جنب بعض، هولندا وبلجيكا، ألمانيا وهولندا، ألمانيا وبلجيكا. طالما الدول جنب بعض، نرجع للعامل الأساسي، هو زيادة عدد السكان وتقدم وسائل النقل والمواصلات، هو اللي ساعد دول أوروبا على رسم الحدود السياسية بينهم وبين بعضهم. يبقى طالما هنا قال لك قارة أوروبا، يبقى نختار حاجة فيها زيادة السكان. طب تعال نشوف. طب دلوقتي في الاختياري هندور على زيادة عدد السكان، تمام. جيم ما فيهاش سكان ودال ما فيهاش سكان، نستبعدها. لكن عندك ألف فيها سكان وب فيها سكان، هنختار اللي هي اندلاع الحروب وزيادة عدد السكان، ولا زيادة عدد السكان والتوسع الاستعماري؟ هنختار ألف يا شباب. طب ليه يا أستاذ اخترنا ألف ما اخترناش ب، ودي فيها زيادة السكان ودي زيادة السكان؟ عشان كلمة توسع استعماري دي لا تنطبق إلا على دول أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، يعني ده غلط. لكن وجود صراعات بين دول أوروبا ساعدت على رسم الحدود، وده خدناه في الدرس التمهيدي، وزيادة عدد السكان خدناه في درس الحدود. تمام كده يا شباب، فركزوا في الحاجات دي، حاجات مهمة جدا، الله يرضى عليكم. السؤال 21: تحت أي من مراحل تخطيط الحدود يندرج تعديل زوايا الحد البحري بين ليبيا وتونس؟ هناخد قدام في تطور الحد السياسي إن بين ليبيا وتونس في مشاكل اقتصادية ساعدت على رسم الحدود، اللي هو ظهور آبار للبترول والغاز. فزاوية الحد البحري مرة هتبقى برقم وتتغير بعد كده برقم تاني، المهم غيرناه، هينحرف الحد هنا شوية وينحرف الحد هنا شوية. طالما قلت ينحرف وينحرف ويروح ويجي، يبقى هنا يا جماعة هنلجأ للمرحلة التانية اللي هي تحديد الحد، هي اللي بنغير فيها مسار الحد. لو ظهرت قرية مزرعة، وهنا طبعا بين ليبيا وتونس هتظهر جزر، فنفس الفكرة. تمام، ولما ناخد الدرس هتوضح أكتر. سؤال 22 بيقول لك: مع أي من الموضوعات التالية يتفق مضمون المقولة في الصورة المقابلة؟ تعال نشوف المكتوب في المقولة. رصيف 7 بيقول: أتت دول كفرنسا وبريطانيا ورسمت لنا حدودا وهمية، وعندما رحلت تلك الدول أصبحنا ندعو لها بالهلاك ونقدس تلك الحدود.
ده السؤال رقم 22. قال لك مع أي من الموضوعات التالية يتفق مضمون المقولة في الصورة؟ دول فرنسا وبريطانيا رسموا عندنا حدود، وبعد ما الدول دي مشت قعدنا ندعي عليهم ربنا يديهم وينفخ فيهم ويطيرهم ويولعوا ببعض، وقعدنا عاد نحب الحدود ونقدسها واخترناها كما كان هو اللي فصلنا عن العالم الآخر. تمام. الكلام ده ينطبق على مراحل تخطيط الحدود ولا عوامل نشأة الحدود ولا وظائف الحدود ولا أنواع الحدود؟ طبعا طالما دول رسمت حدود الكلام ده كله نرجع عاد لحكاية الاستعمار. طب الاستعمار ده يندرج تحت عوامل نشأة الحدود السياسية. تمام، اللي هو تقسيم الاستعمار لمستعمرته من عوامل نشأة الحدود، تقسيم الاستعمار لمستعمراته. سؤال 23. أخطر وأهم سؤال النهاردة ده. أنا قلت سؤال 23 أخطر وأهم سؤال النهاردة، وبراحتكم. كان لحركة السكان، حركة السكان أثرها في نشأة الحدود. تمام، يعني حركة السكان يا شباب، يعني دولة زي ليبيا السكان يتنقلوا من هنا لهنا، الجزائر من هنا لهنا، من هنا لهنا، من هنا لهنا، دي اسمها حركة السكان. تمام. قال لك كان لحركة السكان أثرها في نشأة الحدود فين؟ في شمال وجنوب استراليا. تعال نشوف، تعال نشوف الخريطة، تعال نشوف جنوب استراليا وشمالها. مكتوب جنوب وشمالها في السؤال؟ مكتوب شمالها وجنوبها. تمام. شمالها بحر وجنوبها محيط. هل حركة السكان هتأثر؟ مش هتأثر، نط في المحيط أو في البحر. مفيش دول مجاورة، يبقى الأولى ما ينفعش. هنا مفيش حدود هتترسم، انت جنبك البحر. شمال وغرب أنجولة، تعال نشوف شمال وغرب أنجولة. ادي شمال أنجولة ينفع نشأة الحدود، لكن غرب أنجولة ما ينفعش. هننشئ حدود على أساس تمام. يبقى برضو به غلط، يبقى ألف غلط وبه غلط. لازم عشان يتنشئ حدود يبقى جنبك جيران. يعني ايه جنبك جيران؟ يعني جنبك دول. ما ينفعش اني انشئ حدود بسبب حركة السكان في الهواء. تعال نشوف شمال وجنوب الولايات المتحدة. ادي يا شباب الولايات المتحدة، ادي الولايات المتحدة شمالها وجنوبها. تمام، شمالها كندا وجنوبها المكسيك. يبقى هنا طالما في دولة جنبك يبقى في حركة سكان وساعدت على نشأة الحدود. تمام، يبقى مش هكمل الرابعة، هي الإجابة جيم. طب شرق وغرب إيطاليا يا أستاذ، قول لنا شرق وغرب إيطاليا طيب عشان نبقى فاهمين. أدي إيطاليا يا شباب، إيطاليا ها أدي غربها وأدي شرقها. هنا البحر الأدرياتي في الشرق، وهنا جزء من البحر المتوسط في الغرب. يعني أنت مفيش جيران، يبقى هنا مفيش حدود، يبقى حركة السكان مش موجودة. يبقى هنختار يا شباب الإجابة جيم، شمال وجنوب الولايات، لأن بينها بينها، لأن الولايات شمالها كندا وجنوبها المكسيك، ودي حدود السكان يتحرك ولها نرسم الحدود أحسن. 24. بيقول لك 24 أهم العوامل التي ساهمت في التوسع في مناطق التخوم المجاورة بين دول أوروبا. إيه اللي خلى دول أوروبا يقدر يسرعوا بسرعة وتوسعوا في مناطق الجبال والغابات؟ اقرأ المذكرات والكتب وأي حتة في الدنيا تقول لك يا دول أوروبا لما زاد عدد سكانهم توسعوا في مناطق الجبال والغابات المجاورة وقسموها، واللي ساعدهم على ذلك تطور وسائل النقل والمواصلات. يبقى هنا تطور البنية الأساسية. تمام كده يا شباب. سؤال 25 بيقول لك مرحلة من مراحل تخطيط الحدود السياسية. تمام، تحتاج للقوة والحكمة. سؤال جميل، سؤال جميل جه في 2022 دار تاني، سؤال جميل. يعني متى تطبق القوة والحكمة في تخطيط الحدود؟ القوة يعني قوة عسكرية تحميك ومراقبة، والحكمة اللي هو يا جماعة حسن التفتيش والمراقبة. تمام، مش الشدة. يبقى الكلام ده في المرحلة الرابعة إدارة الحد، إدارة الحد، قوة وحكمة. يبقى الإجابة هنا ب يا شباب. سؤال 26 بيقول يتم الاستعانة بالخرائط التفصيلية. الخرائط التفصيلية يا جماعة بنستعين بها في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، يعني التحديد والتعيين. شوف هنا التحديد والتعيين فين لو انت حافظه فين اهمت، يبقى الإجابة دي. سؤال رقم 27. وبخ الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وزير الدفاع لي يونغ سوب. يبقى الرئيس الكوري ادى كلمتين شداد لوزير الدفاع، لوزير الحربية، بسبب العملية الفاشلة للجيش ضد 5 طائرات كوريا الشمالية مثيرة دخلت المجال الجوي الكوريا الجنوبية. ازاي الطيارات بتاعت كوريا يخشوا المجال الجوي بتاع كوريا الجنوبية؟ والاتنين
مش ينطقوا لبعض أي كلمة، زعلانين زي ناجر ونجير مولودين في أجراس بعض، كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، والاتنين على الخريطة. لو معاك جردل مية ممكن تغرقهم، واخد بالك أهماتي الاتنين زعلانين من بعض وعلى بعضهم كده عاملين زي يعني انت معاك جردل مية مليان من بحر اليابان وغرقهم يتغرقوا في 5 دقايق، بس مخوفين العالم بالذات كوريا الشمالية بسبب النووي. خلينا في الدرس. قال لك تشير الفقرة السابقة إلى تهاون وزير دفاع كوريا في تفعيل أحد وظائف الحد، ساب الطيارات بتاعت كوريا الشمالية تخش المجال الجوي بتاع كوريا الجنوبية ويلعب يالا. وهي وزير الدفاع تهاون في الفصل ولا الحماية والأمن ولا الحماية الاقتصادية ولا الوظيفة السياسية؟ طبعا يا شباب هنا السؤال 27، هنختار الحماية والأمن، نختار الحماية والأمن. في ناس هتقول الوظيفة السياسية. لا يا باشا، أنا بنتكلم عن الحماية والأمن. إن قلنا التكنولوجيا، إن قلنا الحماية والأمن إن قديما تحمي الدولة من الغارات المفاجئة والكلام ده كله، وحديثا سقطت نظرية الحد الآمن، فهنا ما وفرش الحماية والأمن لحدوده. تمام كده؟ ده السؤال 27. لكن كلمة وظيفة سياسية يعني توفير سيادة الدولة وشخصيتها وفرضها، وهي قريبة من الإجابة بس طبعا بها أفضل عشان هي هدفها حماية الدولة من الغارات المفاجئة. 28. فقدت الحدود السياسية نتيجة العولمة قدرتها على في منعها. العولمة يا جماعة إن دول العالم بتأثر في أي دولة، يعني دول العالم بتتأثر ببعض بسهولة. كده الحدود فقدت مبدأ آه، قال لك فقدت الحدود نتيجة العولمة وقدرتها في منعها، يعني الحدود ما قدرش تمنعها. الأوباء والأمراض ولا تهريب السلع ولا الاختراق الأيديولوجي ولا تضارب المصالح؟ طبعا طالما قال لك عولمة يبقى اختراق أيديولوجي، يعني الأفكار السيئة انتشرت عبر الحدود ومحدش قدر يمنعها، لأن دلوقتي بيجي بالإنترنت والتلفونات وشغال على ودنه. 29 بيقول لك إيه في 29؟ أهم مراحل تخطيط الحدود السياسية لمنع تيارات الهجرة الغير شرعية، يعني أقف على الحدود وأفتش ومحدش يعدي غير بشكل رسمي، خلاص إدارة الحد. تمام كده يا شباب؟ إدارة الحد هي اللي تقدر تمنع الهجرة الغير شرعية. تمام كده يا شباب؟ السؤال رقم 30 يا شباب بيقول أي من مراحل تخطيط الحدود الآتية تمثل عملية الانتقال من الجانب النظري للعملي؟ خلاص يعني الرسم على الطبيعة التالتة على طول، دي واضحة وسهلة إن شاء الله عليكم بأمر الله. 31 يتمثل العامل المشترك بين وظيفة الحدود كفاصل بين الدول، يعني الوظيفة بتاعة الحد بتفصل بين الدول، والمرحلة الأولى لتخطيطها. إيه العامل المشترك بين مرحلة التعريف والتخطيط والفصل بين الدول؟ هل في وضع علامات للحدود بأشكالها وأنواعها، ولا استخدام مراكز المراقبة والحراسة، ولا وضع نقاط تفتيش، ولا توقيع اتفاقية موثقة؟ طبعا يا شباب الفصل بين الدول والمرحلة الأولى التعريف والتخطيط، الفصل بين الدول بيتم فيها كل حاجة، لكن المرحلة الأولى التعريف والتخطيط بيتفقوا على المعاهدة اللي هيرسموا فيها الحد السياسي ويحددوا المناطق اللي هيمر بيها. يبقى نجيب حاجة تربط بين الاتنين، يبقى الفصل فيها معاهدة والمرحلة الأولى هي أصلا المعاهدة، يبقى نختار رقم د. 32 بيقول لك أحد وظائف الحدود يظهر فيها تطبيق جميع مراحل تخطيط الحدود يا جماعة، وده حذرت منها كتير في الحصص. قال لك وظيفة من وظائف الحدود بنطبق فيها جميع مراحل تخطيط الحدود. هنختار الفصل بين الدول، هي اللي بيتحط فيها المعاهدة والمناطق اللي هيمر فيها الحد، ورسم الخرائط وتحديده على الطبيعة والمراقبة والتفتيش، يبقى الفصل بين الدول. سؤال 33 بيقول لك كيف 33 تشترك وظيفة الحماية والأمن مع الوظيفة الاقتصادية؟ الحماية والأمن وظيفة تشترك مع الوظيفة الاقتصادية فيها في تحديد نصيب كل دولة من الموارد، ولا فحص المنتجات، ولا منع تهريب السلع عبر الحدود، ولا تحديد رسوم جمركية؟ طبعا يا جماعة الحماية والأمن والوظيفة الاقتصادية الاتنين هدفهم ما يخلوش السلع تهرب في الحدود أو عبر الحدود. 34 ظهر التأثير السلبي للثورة العلمية يعني للتكنولوجيا في سقوط نظرية الحد الآمن. دي سهلة خالص، يبقى الإجابة ألف يا شباب. سؤال 34. 35 السبب الذي يرجح احتمالية وجود موارد طبيعية بمناطق التخوم هي أنها تمثل ظاهرة. أدي التخوم يا جماعة فيها موارد طبيعية ليها، هل ظاهرة ثابتة ولا مكانية ولا غير قانونية ولا طبيعية؟ طبعا ظاهرة مكانية، يعني مكان ليه طول وعرض، مكان واسع مساحته كبيرة فممكن نلاقي فيه موارد كتيرة.
تمام كده، سؤال جميل برضو ده. 36 عدى جميل خالص. بيقول لك يا 36، تتميز التخوم عن الحدود بأنها ظاهرة. التخوم يا طبيعية ولا ثابتة ولا قانونية؟ قانونية دي بتاعت الحدود، يبقى مش ينفع السؤال الأولاني، لأن أنا كده هتكلم على التخوم يا شباب. تمام، التخوم بتتميز بيها. جغرافية متغيرة ولا طبيعية؟ طبعا التخوم ثابتة، يبقى مش هينفع الكلمة دي. قانونية، قانون التخوم مش قانونية. يبقى كده يا شباب في كلمات ريحتنا خالص، دي بتنطبق على الحدود فخلت الباقي ما ينفعش. لكن التخوم ظاهرة جغرافية وثابتة وذات موارد غنية بالموارد، يبقى الإجابة د. 36 الإجابة د. 37 بيقول لك إيه سؤال 37؟ تفرض الدولة سيادتها عليه ولا يظهر على خريطة العالم السياسية. ما ينفعش نرسم على الخريطة. المجال الأرضي، ما هي يا جماعة الدول ديات المساحة من الأرض اللي بأي لون دي، ده مجال أرضي. بحري، اللي قدام الدولة شايفينه بعينينا ومرسوم على الخريطة اللي أنا اخترعت، ده مجال أرضي وده مجال بحري. تمام كده، مرسوم قدام وشافه بعينيا وانتوا شايفين يا شباب، واللي ما شايفش يقرب الشاشة منه. مجال نهري يا جماعة، الأنهار لو دي خريطة طبيعية الأنهار بتبقى مرسومة ها. تمام. لكن اللي مش ما نرسم على خريطة العالم المجال الجوي. ما أعتقدش أنا هتلاقوا خريطة للعالم كده وفي طيارة من فوق شايفينها ماشية هنا، مفيش، دي مش ما يترسم على خريطة العالم، يتعمل له بيانات بس. 38 38 تتميز الحدود عن التخوم بأنها، نتكلم عن الحدود، هل طبيعية؟ لا. هل بشرية؟ أيوه. هل متغيرة؟ أيوه مش ثابتة. هل قانونية؟ أيوه، يبقى ب. طب واحد يقول لي كمل الباقي يا أستاذ. قانونية ولا ثابتة؟ ثابتة لا، دي تبع التخوم. بشرية ولا متغيرة ولا ذات موارد؟ ذات موارد، دي تبع التخوم. كده اطمنتوا، يبقى الإجابة ب زي ما قلنا. 39 إذا قامت الدولة باتخاذ بعض إجراءات الأمن الثقافية، يعني إجراءات الأمن الثقافي مهمة جدا دي اللي هي العولمة، عشان تمنع العولمة السلبية يا جماعة. فإنها تمنع العولمة السلبية والسلوكات الغلط ما تخشش الدولة. فإنها بذلك تطبق إحدى وظائف الحدود يا جماعة، وأنت مغمض عينك، الوظيفة السياسية والقانونية للحد. يبقى هنا 39 د. 40 يا شباب، أي مراحل أو أي مرحلة من مراحل تخطيط الحدود تتحقق فيها وظيفة الحماية والأمن. متى تتحقق وظيفة الحماية والأمن يا شباب؟ ركزوا معايا. هل في الأولى والتانية؟ ده لسه بنتكلم وبنحدد، مش على الطبيعة، يبقى دي ما تنفعش. هل في التانية والتالتة؟ التالتة ممكن عشان على الطبيعة، لكن التانية لسه بنرسم قرارات تفصيلية. ولا التالتة والرابعة ولا الرابعة والأولى؟ طبعا الأولى معاهدة مش هتنفع، يبقى نختار الرابعة والتالتة، أو التالتة والرابعة اللي هي بيترسم الحد على الطبيعة وتحط مناطق تفتيش. يبقى هنا قدرنا نوثق الحماية والأمن. يبقى الإجابة ج، السؤال رقم 40 يا شباب. تمام كده. السؤال رقم 41 بيقول لك الشيء الوحيد الذي يجعل التخوم أفضل من الحدود كفاصل بين الدول، قديمة ولا ثابتة ولا موارد ولا مساحة؟ طبعا بص، كفاصل بين الدول ممكن نغيرها، نختار الثبات. الحاجة الوحيدة اللي تميز التخوم عن الحدود كفصل بين الدول، نختار الثبات ثابتة. طب لو قال لك الحاجة الوحيدة اللي تميز التخوم وتخليها أفضل من الحدود كمصدر اقتصادي للدولة، نختار الموارد. طب للمراقبة والدفاع نختار المساحة. كبعد تاريخي نختار القدم. فلا تاخدوا بالكم من السؤال للآخر، ما تخترعوش يعني، عشان ما تقولش الأستاذ قال التخوم أفضل من الحدود عشان الثبات، لا، على حسب ما هو ربطك في السؤال. بعد تاريخي أو حضاري نختار القدم. بعد اقتصادي موارد. بعد حماية ودفاع والدفاع بالعمق نختار مساحة. لكن فاصل بين الدول نختار الثبات. تمام كده. السؤال رقم 42 بيقول لك، السؤال رقم 42 يا قال لك العامل المشترك بين التخوم والحدود يتمثل في أن كلاهما، التخوم والحدود الاثنين بيفصلوا بين الدول. هل يمثل منطقات انتقالية ولا يشكل خطوط دفاعية؟ ولا انتقالية دي كانت التخوم زمان لكن دلوقتي مش موجودة.
ولا أقامها الإنسان لحماية مصالحه؟ التخوم ما أقامهاش الإنسان، يبقى الأولى غلط، يعني كلمة نطاقات انتقالية كانت زمان التخوم، دلوقتي اختفت. أقامها الإنسان، التخوم ما عملهاش الإنسان، دي طبيعية. يشكل خطوط دفاعية؟ لا يا باشا، دلوقتي التكنولوجيا مع السلامة. يعني التخوم ممكن مناطق دفاعية، لكن الحدود لا، سهل اختراقها لأنها بتكون أسلاك. لكن يفصل بين مناطق نفوذ الدول؟ أيوة، الاتنين بيفصلوا بين الدول، هدفهم الأساسي الفصل بين الدول. السؤال رقم 43 بيقول إيه؟ أمامك مجموعة من قطع البانية، حلو البانية، والتي شكلت على هيئة قارات العالم، حلوة قارات العالم، حلو. بس يا جماعة لو كانوا حشوا البناء ده وحطوا بداله شوية مكسرات كانت أحسن. والمطلوب تحديد رقم القطع التي تعبر عن أكثر القارات التي تحتوي على حدود سياسية. يعني قول لي مين أكتر قارة بتحتوي على حدود سياسية. إحنا نلعب لعبة مع بعضنا سهلة خالص. رقم القطع التي تعبر عن أكثر القارات التي تحتوي على حدود سياسية رسمت بغير يد سكانها. كمل السؤال. يعني ايه رسمت بغير يد سكانها؟ اللي هي بقية السؤال. تختار لي القارات اللي اترسم فيها حدود مش بيد سكانها، رسمت بغير يد سكانها، يعني عامل خارجي هو اللي رسمها. يبقى يا رجالة لما نلاقي عامل خارجي نختار الاستعمار. تمام. طب العام بغير يد سكانها ناس غريبة. طب الاستعمار رسم الحدود فين؟ في قارة آسيا، قارة أفريقيا، قارة أمريكا الجنوبية. آسيا، أفريقيا، أمريكا الجنوبية. طب فين آسيا يا أستاذ؟ حاضر يا جماعة، نصغر الخريطة هنا وركزوا معايا. آسيا يا جماعة اللي هي دي، يبقى نختار الرقم اللي هنا. وأفريقيا ها اللي هي كلها دي، وده أمريكا الجنوبية، كل ده بيد الاستعمار. تمام. يبقى هنختار 4 و5 و2. اللي هو 2 و5 و4، أو 4 و5 و2، مش هتفرق. تمام كده يا شباب. سؤال جميل، سؤال فيه فكرة حلوة، جميل. 44. السبب الرئيسي الذي يجعل الحدود السياسية أفضل من التخوم في مجال العلاقات الدولية. العلاقات الدولية، ركزوا معايا. العلاقات الدولية، الحدود أحسن من التخوم في العلاقات الدولية. ليه؟ لأنها ظاهرة قانونية. فهي طالما قال لك علاقات دولية يبقى ظاهرة قانونية، لا في حد قوي يسيطر على ضعيف، ولا حد يقدر يقل أدب على حد، كله مكتوب بشكل رسمي يا باشا. تمام كده. 45. أقرب أنواع الحدود السياسية لخصائص التخوم. مين في دول قريب من خصائص التخوم؟ هل الحدود النهرية ولا الإثنوغرافية ولا الجبلية ولا الهندسية؟ تعال نمسك واحدة واحدة. التخوم مناطق ذات طول وعرض، تمام، فيها موارد طبيعية كتيرة غنية بالموارد. طب النهرية ما فيهاش موارد كتيرة. الإثنوغرافية دي لغة ودين باعتها خالص. الهندسية خطوط طول ودوائر عرض، يعني إثنوغرافي وهندسي مع السلامة. والنهرية ما فيهاش موارد، بل بالعكس النهرية ضعيفة في الموارد، فيها بس ضعيفة. لكن الجبلية الثروات المعدنية والمناجم كلها في الجبل، يبقى هي خصائص التخوم غنية بالموارد. طب ومين في ده الغني بالموارد أكتر؟ طبعا الجبال يا شباب. يبقى الإجابة هنا جيم، الجبلية، الحدود الجبلية. تمام كده. 46. الصفة المورفولوجية التي تميز التخوم عن الحدود، وده حلناه في أول التدريبات. الصفة المورفولوجية مناطق ذات مساحة طول وعرض. مورفولوجي مساحة وموقع وشكل، ونركز أكتر على المساحة. طب الصفة المورفولوجية اللي بتميز التخوم عن الحدود اللي هو الإطار المكاني، طول وعرض، إطار مكاني، إطار مكاني. سؤال 47 بيقول لك الصفة المورفولوجية التي تميز الحدود عن التخوم. الحدود عن التخوم، هنا قلنا الصفة المورفولوجية مساحة وموقع وشكل. تمام. طب ايه اللي بيميز الحدود عن التخوم؟ هل الحركة والتغير، ولا الامتداد والخطي، ولا الصفة القانونية، ولا انعدام الموارد؟ كل ده في الحدود، لكن هي اللي بيميزها عن التخوم الامتداد الخطي، لأن الصفة المورفولوجية موقع ومساحة وشكل، شكلها، واخدين بالكم؟ الامتداد الخطي. سؤال 48 بيقول ايه؟
تم ترسيم الحدود الفاصلة بين المياه الإقليمية، يعني المياه اللي واقعة أمام سواحل الدولة يا شباب، وهناخدها في الدروس الجاية أنواع الحدود. الحدود الفاصلة اترسمت بين المياه الإقليمية والدولية. طب بصوا يا شباب اكتبوا كده عندكم، المياه الإقليمية هي تلك المياه التي تمتد أمام سواحل الدولة، اللي هنا بنقول عليها الشواطئ بتاعة البحر، وبعدين في أنواع الحدود هتعرفوا تفاصيل أكتر. والمياه الدولية دي مناطق بعيدة عن سواحل الدول، ودي متاحة للجميع. المياه الإقليمية دي ملك للدولة، يعني كل دولة. بص يا شباب، كل دولة، تعال نجيب مثال. دولة زي الولايات، كبر الخريطة. دولة زي الولايات، الحتة اللي قدامها كده يا شباب ثواني كده، الحتة اللي قدامها دي الصغيرة اسمها مياه إقليمية، اللي قدامها دي اللي أنا عمال أظللها. لكن هنا بعيد خالص، دي مياه دولية. هنا إقليمية رقم واحد، وهنا اتنين دولية. إقليم يعني تابعة لحدود الدولة، ملك للدولة دي، لكن دولية في النص زي الشرع العمومي، ملك للجميع، محدش يقدر يسيطر عليها. تمام كده؟ ولما تاخد أنواع الحدود هتفهم أكتر. نكمل مع بعض. تم ترسيم الحدود الفاصلة بين المياه الإقليمية والدولية بين الدول بسبب الحدود الفاصلة بين المياه الإقليمية والدولية اترسمت إزاي؟ يعني بيجي في مياه تكميلية ومياه محايدة، وهتاخدوه في أنواع الحدود. تمام كده؟ طالما قال لك مناطق فاصلة بين المياه الإقليمية والدولية، اللي هي المناطق اللي في النص اللي عاملها بالعرض، الشرط اللي بالعرض دي مالها تعتبر مناطق تخوم. طالما دي مناطق تخوم وواسعة كده وطول وعرض، يبقى أنا أستفيد منها. يعني إيه أستفيد منها؟ يعني الحاجة لتنمية المناطق الهامشية. يبقى المناطق بين المياه الإقليمية والدولية اللي وريتها لكم على الخريطة دي مناطق فاصلة كبيرة، نستفيد منها. يبقى الحاجة لتنمية المناطق الهامشية. 49. يتمثل البعد الرأسي للحدود السياسية فيه. بعد رأسي يا جماعة عن الفوق، الدنيا زي المرجحة من تحت لفوق، لفوق يبقى المجال الجوي. تمام كده؟ يبقى كده البعد الرأسي للحدود السياسية يعني الاتجاه الأعلى، يبقى المجال الجوي. السؤال رقم 50 بيقول إيه؟ تتميز التخوم عن الحدود من الناحية الاقتصادية إنها تضم موارد طبيعية، يبقى مناطق ذات مساحات كبيرة. يبقى كده تتميز التخوم عن الحدود من الناحية الاقتصادية إنها مناطق واسعة لها طول وعرض وفيها موارد طبيعية نظرا لطبيعتها. نختار المورفولوجية. ليه نختار المورفولوجية؟ لأن كلمة طابع مورفولوجي يعني مناطق ذات مساحة كبيرة وموقع وشكل، بس الأفضل تركز على المساحة أكتر في التخوم عشان تبقى غنية بالموارد الطبيعية. تمام، ده نهاية الجزء الأولاني في الحدود. بس ندعوكم كده بإذن الله، ربنا يكرمكم إن شاء الله، ندعوكم إنكم تتابعونا في القناة، وما تنساش تفعل الجرس لو أنت جديد في القناة عشان يوصلك كل جديد بأمر الله. وطبعا هنا في القناة يا جماعة بنحل المصدر 2023 والمصدر 2024. تمام، وفي مفاجآت كتيرة. إيه هي المفاجأة يا أستاذ؟ اللي يسمع الفيديو للآخر، عن قريب بإذن الله يتم إصدار كتاب اسمه كتاب الأسطورة في مراجعة الجغرافيا السياسية. الكتاب ده يا جماعة خاص بياني، وعلى مسؤوليتي على مسؤوليتي الشخصية. بإذن الله مش هيطلع منه أسئلة نهاية العام بالظبط، الأسئلة بأمر الله بالنص، مش هتطلع بره عن الكتاب اللي أنا هعمله. تمام، اللي هو خلاص حاليا الكتاب جرب ينتهي. طبعا لو حد فيكم كان عايز الكتاب ده، يا ريت يتصل بينا مع يعني قناة الأسطورة، يعمل اتصال بينا، يعني يحاول يقول في التعليقات، وهنا نتواصل معاه ونوصل له الكتاب بإذن الله لحد بيته أيا كان هو فين في مصر. تمام، بس أهم حاجة تكونوا واثقين فينا وتدينا الثقة كاملة، لأن بأمر الله كتيب الأسطورة في المراجعة النهائية جغرافيا سياسية اللي هيتم إصداره في بداية الترم الثاني هيكون كتاب بإذن الله يتحدث عنه امتحان نهاية العام بأمر الله، أسئلة في غاية الأهمية وتشغل الدماغ. اللي عايز الكتاب يحجز في التعليقات، وبأمر الله الكتاب هيوصل لك لحد بيتك وبسعر رمزي. أتحدى بسعر رمزي، مش هيكون بسعر الكتب اللي في السوق خالص، هيكون سعره بتلت في سعر الكتب اللي في السوق وجودة عالية. وده كتاب خاص بي أنا لوحدي. تمام، مراجعة نهائية في مادة الجغرافيا السياسية 2024 مع نموذج إجابة لكل طالب، بيوصل لك لأي مكان أنت موجود فيه في مصر، سواء لطلبة الحصص أو طلبة الأونلاين أو طلبة اليوتيوب. بس ندعو منكم
نرجو منكم بأمر الله تعالى أنكم تأيدونا بالإعجاب على الفيديوهات عشان نقدر يوصل لعدد كبير، وبأمر الله تعالى نقدر نكون أسعدناكم، وإن شاء الله تحققوا كل أحلامكم، وأنتوا ناس محترمين وفوق راسي من فوق، وإن شاء الله ربنا يكرمكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالتوفيق للجميع.